سنفوز على ميسي إن شاء الله. هكذا أعلنها إبراهيم مازا لاعب باير ليفركوزن الألماني. الشاب الجزائري توعد بالفوز على ميسي قبل أيام من المواجهة المرتقبة بين الفريقين في افتتاح مشوارهما بكأس العالم 2026. لنشاهد ماذا قال. لازم نديروا ان شاء الله كوب دي موند مليحه. البريمير ماتش سي تري امبورطون كونتر الارجنتين، هما يبروفوكو بزاف وبصح لازم نديروا كلمه شويه في الماتش وبالراس ونشوفوا رجلي وكلش. بصح قل جود لك انت ان شاء الله نديروا مليح في كوب دي موند، نربح ميسي ان شاء الله. يعني عبارات تفاؤل رياضي طبيعية قبل المباراة مهمة، ولكن على وسائل إعلام أرجنتينية ركزت على عبارة سنفوز على ميسي باعتبارها تحد مباشر. ثم تصاعد الجدل في منصات التواصل الاجتماعي بعدما أسيء فهم عبارة إن شاء الله. ولاد الخضرة فطيرة والبالون يدور. كثير أكثر التصريحات ببساطة يعني إن شاء الله نفوز، والتعليقات ربطت بين استخدام عبارة إن شاء الله والانتماء الديني للاعب. المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي انتقد التأويل الخاطئ للعبارة الدينية، فكتب عبارة إن شاء الله التي لا تحمل سوى معنى التمني والتوكل على الله في ديننا وثقافتنا. الصحف والمواقع الأرجنتينية نعتتها بما يشبه اتهامات غير منصفة بانزلاق إعلامي مؤسف، وأضاف إن شاء الله ليست تهديداً وأقولها كما قالها إن شاء الله نفوز. مشاهدينا، يدخل المنتخب الجزائري مباراته الافتتاحية في كأس العالم بمعنويات عالية بعدما اكتسح بوليفيا برباعية في آخر مباراة ودية قبل مواجهة الأرجنتين المونديالية. ويسعى المنتخب لتكرار سابقة حدثت في مونديال إيطاليا 1990 حين تمكن الكاميرون من هزيمة حامل اللقب حينها الأرجنتين. وآه